الفلوج النهارده هيكون في دراب بارك. دلوقتي لسه في مرحلة التجارب مفتوحة للمتسابقين. العربية كل عربية بتخش هنا دي لسه مرحلة التجارب. كل المتسابقين هنا مفتوح دلوقتي التوقيت بتاع التجربة، يعني لسه ما بدأش السباق أصلا. يعني السباق هنا أو الحلبة هنا النهاردة على المسافة الطويلة ديت. غالبا لازم تقطعها في وقت زمني محدد، والاقل وقت زمني هو اللي بيكون كسبان. التراك اللي هو المباشر الطويل، مفيش دريفتات النهارده غالبا. انا كنت جيت هنا قبل كده بالليل وصورت كان في دريفتات، بس النهارده المسار الطويل ده. النظام حلو برضه، عشان تصور جوه الحلبة بيطلب منك ان انت تكون لابس فيست، يعني عشان العربية تاخد بالها منك وكده. عشان تبقى مطابق للنظام لازم تجيب الايه الفيست. يعني الفيست من الإدارة، ممكن تاخده من الإدارة عادي. عايش. المسابقة مفتوحة لدوج تشارجر بس، يعني كل العربيات المشاركة تقريبا تشارجر. الوحيد اللي دخل مختلف شوية هو الشروكي. في شروكي دخل جرب كده تقريبا. هم كل ده لسه تقريبا ايه في التجربة، لسه السباق نفسه ما اتفتحش. لا ما كنت نايم راشد. طبعا السيارات هنا الان كلها دوج، شايف تشارجر وتشالنجر وفي كرايسلر. تجي اصدارات مختلفة، في شيء ستوك في شيء سوبر ستوك حسب الفئات. عندك السيارة هذه ما شاء الله تبارك الرحمن، هذه شيكر سكات باك محرك يسارتي. مميزة بالشيكر هي اللي هو هذا الشيكر. هذه نبر ثلاجة مفتوحة اوبن مانيفولد. هذه عليها مانيوال ترانسميشن وعليها تعديلات ثانية خفيفة. طيب يبقى ده مختلف عن الستاندرد اللي بتنزل بالعربية. هذه واحدة ثانية نفس الشيء سكات باك بس ما هي شيكر. اللي هناك شايفها عليها النحلة اللي هي 6.4 هذه الماكينة. عارف علي كيف؟ فهذه اللي عليها ستاندرد هذه غير شيكر، وهذه عليها شيكر. ده بيفرق في السرعات مثلا او النقلات؟ هذه اصدار وهذه اصدار ثاني. تمام. هذه سيارة تصميم التعديل ده انت اللي بتعمله ولا؟ لا هذا تصميم الوكالة نفسها عليها. هي نفس النحلة هناك، لكن هذه تتميز انها شيكر اديشن، وهذه ما هي شيكر. عارف علي كيف؟ طبعا في تعديل نلاحظ حجم الكفرات، هذا معدل عليه، هذا الجلد احنا معدلينه عليها. الاكزوست الخلفي اذا تشوف ورا بعد معدل عليها. هذا الاكزوست تبغى اسمعك صوتها، خليني اشغلها عشان تسمع صوت. هذا اسمه جي تي هاوس، من افضل الاكزوزات الموجوده. طبعا هذا يعطي كل قطعه تعطي باور اكثر عليها. خليني اشغل لك اياها عشان تسمع الصوت. ما نستخدمها يوميا، هي تقدر تستخدمها بشكل يومي، لكن التعديل اللي عليها هذا يكون شوي ضايق
طالع برا، هذا عشان يساعد على الجريب عشان تمسك السياره ما تتزحلق. فكل سياره لها تعديلها الخاص ولها قيادتها الخاصه طبعا، وتختلف فئاتها وموديلاتها. عندك من 2017 وانت رايح. طبعا في الان الهيلكات اللي هي تعتبر اعلى من هذه هناك، هناك سيارات الشباب هناك. هذه معروفه انه هي 392 سكات باك مشهوره بالنحله. عارف علي؟ فهذه احنا نسميها النحله. طيب الكفرات بعد التراك بتتغير بعد كم مره تقريبا؟ حسب كم رن، يعني حسب نوع الكفر. في كفرات تتحمل معك الى 20 رن. في كفرات اللي هي الفول سليك. تمام. كيف تعرف الكفر؟ نعرفه من النكشه هذا. الكفر اللي الفول سليك ما عليه ولا نكشه ولا اي شيء. النكشه هذه طبعا تساعد خروج الهواء وخروج المويه وتزيد التصاق الكفر في الحلبه. طبعا الحلبه هذه تكون مرشوشه بماده قبل. عارف علي؟ مش اسفلت عادي. ما هو اسفلت عادي لا. طبعا لو تلاحظ هناك الشباب اللي واقفين هناك هذول قاعد يسووا بيرن اوت. اول شيء الان يبدوا البيرن اوت هي عمليه تسخين الكفر. يعني اذا الكفر بارد ما تمسك السياره. فضروري جدا ان احنا نسخن الكفر. هذا مو استعراض، لا لازم نسخن الكفر تسخين خفيف. اذا زاد حراره الكفر زود الجريب حقه تمسك. فعشان كذا طبعا هذا النوع من السباق عندنا سباقين اثنين. في عندنا رولينج وفي عندنا من زيرو. رولينج اللي هو لغه الشعر اسمه دحر، اللي هو من سرعه 80. نكون ماشيين احنا بسرعه 80 لين نوصل للقمع هذا. لما نوصل للقمع هذا فوق ال 80 يبدا التسارع الى نهايه طبعا اللوحه اللي هناك، النور اللمبه الخضراء اللي شايفها هناك الى نهايه اللمبه هناك. بيكون ما بين سيارتين ولا بيكون مع العد الزمني؟ هو العد الزمني. اوقات عشان الزحمه وعشان تو ميك ات مور فن عشان يكون تنافس اكثر يكون اساسا عشان تسمين الفئات السيارات بارقام معينه. هنا تجيك الرقم هذا موجود السيارات عشان ما تكون السيارات موجوده من فئات مختلفه، تكون فئات متقاربه من التاكيد. النوع الثاني من السباق اللي هو من زيرو. اللي هو من زيرو نبدا من الصفر. السباق يبدا من زيرو. اذا شاف اللمبات الصفراء والخضراء والحمراء هذه احنا نسميها كريسمس تري. تمام. نبدا الان. لاحظ الان ماشيين هذول ماشي هذا عند 80. الفكره هذا الوالد مش بس معاه عشان يتاكد هو ماشي في 87 مش هو ما خالف. لانه المفروض يوصل الان في لمبه خضراء تولع على القمع هذا. مجرد ولعت اللمبه الخضراء اول ما يشوف المتسابق المفروض ينطلق بالسرعه. بعد ال 80. بعد ال 80 اكيد. 80 لازم توصل لنقطه 80. من 80 وانت طالع خلاص تبدا. طبعا زي ما تلاحظ الوالد هذا يروح يرجع مع كل متسابق عشان يتاكد انه ما في متسابق انه طلع قبل ولا بعد. طب هل ما شاء الله يعني العربيه دي بتقدر تناسب في الجزء ده؟ 80 دي الوانات تمشي 80 مو مشكله، بس فوق ال 80 طبعا احنا توصل للسرعه القصوى اخر شيء نهايه الحلبه، لانه هذا كوارتر مايل. هذا ربع ميل فقط. السباقات عندك ربع ميل في نص ميل في ميل كامل. الحلبه هذه فقط كوارتر مايل ربع ميل. فالسرعه القصوى نوصل احنا 220 220 اقصى. طبعا في نص ميل توصل اكثر، في الميل كامل توصل سرعتنا 300 320 كسرعه قصوى. لكن هنا لا، هنا اقصاه وصلنا يمكن 200 220 حد اقصى، لانك خلاص لازم تفرمل وتفوق. طبعا الان تشوف الفئات مثل هذا اللي داخله هناك هذه هيلكات. بس ارجع الان بعرفكم عليه. هي تشارجر هيلكات. هي من الوكاله مزوده بالسوبر تشارجر. هو شاحن عليه. تختلف اصدارها عن اصدار هذا. فبعد شوي حوريكم كمان الفئات الثانيه كيف يصير الترتيب. بعدين جاء الزمن، خروج المغلوب، الافضل زمن، يتنافسون اللي ياخذ اقل زمن كم ثانيه ياخذ معاه هو يكون الفائز. طيب في دخول السيارات طبعا بيتراعى ان السيارتين لازم يكونوا زي بعض قريبين من بعض نفس الفئه. شوف هذه عمليه البرن اوت اللي اقول لك عليها، شايف؟ تسخين خفيف جدا. طبعا الغلط ان الواحد يسخن زياده الكفر، يعني الحماوه زياده كمان ممكن تضر الكفر ممكن يسخن. لكن زي ما شفت دخان خفيف من 5 إلى 15 ثانيه كحد اقصى. شاف الحراره كويس، السياره مسكت مع تزحلق مع السياره حيكون جاهز. هو الان بانتظار الحساسات اللي هي اللمبه البرتقاليه اعطوه اشاره من قبل. شوف الان ماشي ولا سرعه 8 المفروض يوصل للخط هذا. لانه في حساس يقيس السرعه. اول ما يقيس السرعه وصل سرعته الى 80 يدعس ويكمل في مباشره. طيب الشروكي ده اعتقد مش مشارك صح؟ لانه هو الشروكي كان دخل جرب تقريبا مره. يجربون الشروكي بنفس الفعل لانه هي شركه واحده بالنهايه، يعني موبار فيها رايدر فيها تشالنجر فيها تشارجر. عارف علي؟ فهو يعتبر نفس العائله تقدر تقول. جيب نفس الشركه؟ نفس الشركه هي، لكن الفرق بين الجيب احنا سياراتنا هي دفع خلفي والجيب هو دفع رباعي.
فالدفع الرباعي طبعا يكون انطلاقته من الصفر اقوى كثير، رغم انه المكاين نفس المكاين، لكن بس انا لاحظت ان العربيه اتهزت منه في البدايه، ده خطا منه. بس على كيف اسباب كثير، هذا اسباب كثير، بس ده ياثر عليه نفسه اكيد. هذا حيقلل البوست حقه، حيقلل الاسم حقه، حتكون سياره انطلاقتها شوي اضعف. بس يعيدون يعني، عشان كذا احنا في تجارب نيجي. اذكر احنا الساعه 2 جينا سوينا تجارب مره واثنين وثلاثه الى ما انه واحد خلاص عرف كيف السياره. لكن من السياره تقدر بالضبط لو تختلف. انه زي ما قلت لك السياره هذه مانيوال، فيختلف عن الاوتوماتيك. الاوتوماتيك في الاف 1 شيفتنج، فعمليه التدريب مهمه جدا قبل لا يجوا متسابقين. يلحق يغير عشان يعرف بس سيارته كيف تغير، ما تكتف في اللي هي الكتاب، لانه بالفعل اعطاها عزمه زياده تنزل السياره تهدى اكثر. ففي تقنيات كثير هذه يعني ممارسه. طبعا تعديل على سيارات ومنتجات مختلف فئات ممكن تشوف. طيب والسباق ده يعتبر اسمه ايه غير الدريفتات؟ انا كنت قبل كده في الدريفت. ذاك الدريفت هذا دراج. تشوف هذا دراج ريس، عارف علي؟ الدراج ريس تبع الدريفت. الدريفت هو زحلق السياره بحساب زمان معين. هذا دراج خط مستقيم، هذا يقيس قوه الاحصنه مع خدمه السائق بالشفتنج، مع خدمه السائق كيف يعرف قوه سيارته وكيف يقدر يعيرها مع هذا، انه مع سرعه 80 ينطلق مو قبلها ولا بعدها، لانه لو انطلق بعدها يعتبر ديسكواليفايد، يعتبر عليه فاول يعني خطا. اذا انطلق قبلها حيكون هو اسرع بسرعته. يأثر عليه يأثر عليه قدام اكيد، فيختلف الجيم.